السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا وقناتكم سيد أفريقيا. هنتكلم النهاردة في كذا موضوع، وفي مواضيع مهمة جدا. طبعا من العنوان بتاع الفيديو باين. أول حاجة هنتكلم فيها، طبعا كل سنة وانتم طيبين ونتمنى إن انتوا تكونوا بخير يا رب. أول موضوع هنتكلم فيه اللي هو موضوع بيراميدز. طبعا بيراميدز بيحاول يشتغل شغل ملوش علاقة بالكورة وشغل قديم وحيل قديمة. من يومين قالوا رسالة انهم هيتوقفوا في نهاية الموسم بسحب او هيسحبوا الاستثمار من مصر. استثمار ايه طيب اللي انت بتعمله في مصر؟ بيقول لك يعني هيسحبوا استثمارهم لعدم تكافؤ الفرص. ونزل البيان ده اول امبارح وبيقول ان مش شايفين عدالة طب سؤالنا هنا، يعني اشمعنى الوقت ده بالذات اللي انت اخترت فيه؟ طبعا المناطحة ديت، وخاصة لان النادي ده اتعمل مخصوص عشان يعني كيدا بس في النادي الاهلي، والدنيا كلها عارفة. سؤالنا اشمعنى الوقت ده بالذات؟ من يوم ماتش الزمالك اللي هو قبل النهائي، مسؤولي بيراميدز ما تحركوش ليه؟ عشان حكام اجانب من ساعة ماتش الزمالك. طب ليه من فترة قريبة قالوا لم نطالب بحكام اجانب لمباراة الاهلي في النهائي؟ ليه بتعترضوا دلوقتي يعني وبتهددهم بسحب استثماراتكم والكلام ده؟ طبعا ال20,000 جمهور اللي هيكونوا موجودين في ماتش النهائي يوم الاثنين ان شاء الله، عارفين ان هم كلهم هيكون طبعا جماهير الاهلي. فازاي تخلص من كل ده؟ طبعا بالبلبله اللي حاصله ديت والكلام اللي حاصل ده، بحيث انه خاصه ان الاهلي فايق في الفتره الاخيره بعد فوزه على الهلال، ايا كان مستواه مذبذب قبليها، فيعملوا الكلام ده عشان يعملوا بلبلة عشان ان الفريق ما يركزش. طبعا كل شغل يعني طريقة قديمة وشغل أونطة. يعني أقل ما يقال على الموقف ده، شفته فيلم أو مقولة كيد النسا، بس مفيش أكتر من كده. تاني موضوع هنتكلم فيه إمام عاشور. الإعلام الكبير أو الإعلام المعروف كلنا عارفينه اللي هو إسلام صادق، الإعلام المشهور، كلنا شفناه وهو بيقول إن إمام عاشور وقع رسميا للنادي الأهلي. بصوا يا جماعة، من ساعة ما إمام عاشور ما راح لميكلاند، وخاصة إنه كمان احتمال يهبط دلوقتي، فدلوقتي قدامه حل من حلين. يا إما هيروح، هو من لحظة ما راح ناس كتير قالت إن هو بوابة أو قنطرة أو كوبري إن هو يروح النادي الأهلي. هو قدامه دلوقتي حل من حلين او طريق من طريقين. يا اما اللي هو امام عاشور هيروح نادي من انديه ايطاليا او اسبانيا او فرنسا، يعني احد الانديه اللي هي في نص الدوري، يعني مش انديه مشهوره، اللي هي الدوريات القويه. يا اما هيلعب في الاهلي الموسم القادم اللي هو 2024 رسمي فهمي نظمي، مفيش حل تالت، نقطه ومن اول السطر. ده بالنسبه لامام عاشور. تالت حاجه هنتكلم فيها احمد فتوح. احمد فتوح اللي خرج من القايمه المباريات الاخيره في نادي الزمالك بدون اصابه ولا اسباب فنيه، انما بس عشان آه، هو ما جددش ورفض التجديد. لان وجود احمد فتوح يعني مش يعني غير مرتبط بالزمالك في حاله وجود مجلس الاداره الحالي. ايه اللي حصل؟ اجتماع الايام اللي فاتت، اجتمع امير توفيق مع احمد فتوح واتفقوا على الانتقال رسميا للانتقال للنادي الاهلي بمجرد انتهاء عقده مع الزمالك. دي كلام مؤكد بنسبة 1,000,000%. طبعا قناة نادي الزمالك بسبب القصة ديت وعرفوا الكلام ده وتأكدهم، طبعا كانوا شاكين لما ما جددش، وزادت شكوكهم او اتأكدت لما اتأكدوا ان فعلا احمد فتوح قعد مع امير توفيق الفترة اللي فاتت. طبعا حرقان من ساعة ما سمعوا الخبر ده، فبيقولوا ايه؟ بيقولوا ان النادي الاهلي منافس غير شريف وكل بطولاته حرام بسبب الموضوع ده والقصة ديت. فطبعا انا في فيديو لو اتكلمت على الحرام، في فيديو لفاروق جعفر واتكلم عليكم وفضحكم
في فيديو في القناة من 5 6 أيام، لو اتكلمنا على البطاقة الحرام وخلاها تاكلكم. رابع موضوع هنتكلم فيه طبعا مباراة الأهلي مع الرجاء. مباراة الأهلي مع الرجاء يوم 21 أو 22 إبريل، الشهر اللي احنا فيه، الشهر الجاري. فمجلس إدارة النادي الأهلي بيطالب رسميا بحضور 50,000 متفرج أو 60,000 متفرج، لأن الأهلي في أمس الحياة، خاصة إن الرجاء فريق كبير وتطور عن السنة اللي فاتت بسبب مدربه التونسي مش متذكر اسمه. ف... فمجلس الإدارة بيطالب جهات الأمن بحضور 50,000 متفرج أو 60,000 متفرج. طبعا أنا إحساسي إنهم مش هيوافقوا، نفس اللي حصل مع الهلال السوداني، والموضوع هيرسى في الآخر على 20 30. بنتمنى إنهم يوافقوا على 50. طبعا الزمالك بعد سادس موضوع هنتكلم فيه، الزمالك بعد الهزيمة من المصري بقى في المركز السابع، وهيلاعب بكرة البنك الأهلي. لو فاز هيرجع للمركز الرابع. المركز السابع، ها، فاكرين المنطقة الدافئة؟ وبرضه في يعني فاكرين لما كنتوا بتتريقوا أمير توفيق وجمال عبد الحميد سجل لي ان الاهلي هياخد، ان الزمالك هياخد الدوري، ونبقى ما بنفهمش كوره وبتاع. طبعا الدوري 2019 اللي ناس كتير كانت بتتكلم فيه، وسمعنا طرب وسمعنا صياح كتير، والاهلي ان شاء الله مش هيهبط، واحلى تريقه واحلى كلام، وخدنا الدوري من خرمكم السنه دي. فانتوا حاليا دلوقتي في المنطقه الدافئه، ها، المركز السابع. سابع موضوع هنتكلم فيه كهربا. طبعا كهربا كان هو عامل استئناف على الايقاف. اركن الحته دي خلاها شويه، مش موضوعنا. الاعلام احمد شوبير قال ايه؟ قال تقريبا ان كهربا عشان يعني لا يتم ايقافه، هيدفع كامل ثروته اللي موجوده حاليا في حسابه البنكي. الكلام ده المفروض امتى، او يبقى امتى؟ في 12 ابريل. يعني احنا بنتكلم قدامنا 3 ايام بالظبط هيتم ايقافه. لو ما دفعش، هل بقى جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته وكل ما يخص كيان النادي الاهلي بعد التوهج والحلاوه والطعامه الكهرباء هيوافقوا على الكلام ده؟ وان كهرباء يعني بقى نجم الشباك دلوقتي، ويعني وبالمستوى الفظيع ده، واللي تحمله فترة إيقاف وشتايم، ودلوقتي هو اللي بيخلص. وهو هل الأهلي وجمهوره ففي كل الحالات كهرباء، يعني الغرامة كهرباء هتندفع حسابه بقى هو البنك، ناس هتندق، وفي حاجات هنتكلم فيها ان شاء الله. هو مش هيبقى من خلال حسابه على فكرة، هو مش هيدفع في الموضوع خلصان. وعشان وهنتأكد من اخبارنا وهنقول ان مين اللي هيدفع، والغرامة هتندفع لكهرباء، لان مفيش حد هيقبل ان كهرباء، وخاصة بعد التوهج ده، وهو يستاهل بجد انه يعني يقف. ولو طبعا لو حصل له ايقاف المرة دي، هيبقى ايقاف طويل المدى فعلا. بنشكركم لحسن متابعتكم، وبنتمنى ان انتم تدعمونا، خاصة ان القناة جديدة. ونشوفكم ان شاء الله بكرة، وكل سنة وانتم طيبين.